كان أحد الحجارين يكسر في الصخر، فانفلقت الصخرة التي كان يكسرها، فرأى عجبا، وجد دابة صغيرة عندها قليل من العشب الأخضر وقليل من الماء داخل الصخرة، فحملها وجابها إلى سليمان بن داود. قال: يا نبي الله، وجدت هذه تعيش داخل الصخرة ما أدري كيف. فسألها سليمان، وقد أعطاه الله منطق كل شيء. قالت: إنه يأتيني في كل سنة قطرة ماء وحبة وهذا العشب وأنا أعيش عليه. فحفظها في صندوق زجاجي وحط معها حبة وقطرة ماء وقليل من العشب. بعد سنة قال: جيبوها. جاءوا عليها وإذا بها قد أكلت نصف الحبة ونصف العشب ونصف القطرة وباقي نصف. سألها قال: ليش وفرتي؟ قالت: كان رزقي واعتمادي على الله الذي لا ينساني، والآن أصبح رزقي واعتمادي عليك وخفت أنك تنساني، فوفرت هذا عشان لو نسيتني وإذا بي أعين أكل. لا تحمل هم الرزق يا أخي. الله يقول: نحن نرزقك. نحن من هنا؟ الله. لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير في أكنافها، تغدو خماصا وتعود بطانا. إيش عندها الطير؟ وظيفة ولا عندها ضمان ولا عندها شيء؟ بس تتحرك، ما تقعد في العش، وانت تتحرك. وكلوا من رزقه، بعد ما تمشون في الأرض يجيكم الرزق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزاق، ما هو رازق، رزاق صيغة مبالغة. رزاق لمن؟ لك أنت. وش أنت بالنسبة لمن في الأرض من العوالم؟ في الأرض الآن يعيش 1000 أمة، 1000 أمة، 400 في البر و600 في البحر، ورزقهم كلهم على من؟ على الله. الطيور والوحوش، الحشرات والذر